صلى على النبي كده وخليني اقول لك شويه افكار ومبادئ ممكن تغير نظرتك للمستقبل. الكلام ده لاي حد خارج من الثانويه او اي ولي امر عنده ابن خارج من الثانويه وداخل على الجامعه. اول واهم حاجه لازم تفهمها هي ان مجموعك وكليتك مش هما بيحددوا ما اذا كنت ناجح او كنت فاشل، ومش هما اللي بيكتبوا رزقك، ومش هما اللي بيحددوا قيمتك في الحياه. دخول طب او هندسه مش معنى ان انت ضمنت النجاح، وعدم دخولك ليهم مش معنى كده انك فشلت. التاريخ والواقع بيبين اشخاص نجحوا وسابوا اثر كبير في المجتمع من تخصصات مختلفة. عندك مثلا شيخ الأزهر، تمام؟ عارف يعني إيه شيخ الأزهر؟ ببحث يعني إيه شيخ الأزهر، تمام؟ شيخ الأزهر أحمد الطيب خريج كلية أصول دين، رئيس جامعة الأزهر خريج كلية لغة عربية. عندك من أشهر المبرمجين في الوطن العربي أسامة الزيرو خريج كلية تربية اجتماعية. عندك من أشهر المدرسين على مستوى الجمهورية أستاذ خالد صقر في مجال الكيمياء، وعنده دلوقتي حوالي 2 مليون 63 ألف متابع، ربنا يبارك له، وأنا من ضمنهم. طبعا دول اللي جم في دماغي دلوقتي، وفي نماذج كتير جدا بقى على هذا المنوال. فالنجاح مش مرتبط بلقب الدكتور ولقب المهندس، ولكن مرتبط باللي انت بتعمله في المجال اللي انت اخترته. ولكن خلي بالك، مش معنى كده ان النجاح بيجي بالفهلوه او ان الكليه ملهاش لازمه. الكليه ممكن تحدد جزء كبير من مسارك، ولكن في النهايه ما بتحددش نهايه المسار. النجاح محتاج سعي وتطوير مستمر لنفسك واتقان جامد لشغلك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. ما قالش ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يكون الطب والهندسه. فبدل ما تفضل تبص للابواب اللي اتقفلت في وشك، بص للابواب اللي ربنا فتحها لك وادخل منها واجتهد فيها، وحاول تكون من افضل الناس في مجالك. وانا شخصيا كان ممكن اخش كليه الهندسه وكان ممكن اخش كليه الصيدله، ولكن انا اخترت حاسبات. والحمد لله دلوقتي انا الاول على الدفعه في الترم الاول والتاني على الدفعه في الترم التاني. ما بقولش كده علشان اتفاخر، انا بقول لك كده علشان ابين لك ان مفيش ارتباط ما بين نوع الكليه وما بين النجاح. وعندي زمايل كتير جدا في كليه حاسبات وجايبين مجاميع طب وما دخلوش طب. طبعا ده بيخضع بقى لقوانين الشغف والحب والشغل اللي احنا عارفينه ده، ولكن برضو في النهايه انا عاوز اشيل من دماغك تعميم ان النجاح يساوي هندسه وطب، النجاح يساوي لقب المهندس ولقب الطب، النجاح يساوي مجموع عالي في الثانويه العامه. مفيش الكلام ده خالص. في النهايه كل التقدير والاحترام لكل شخصيه مجتهده في مجالها ومتقنه لعملها، سواء كان بقى مهندس، سواء كان دكتور، سواء كان مبرمج، سواء كان مدرس، سواء كان نجار، حداد، ترزي، ايا يكن. انت بتكمل المجتمع بوظيفتك عن طريق اجتهادك وعن طريق سعيك وعن طريق اتقانك لعملك، مش عن طريق ان انت تخش مجال واحد ويكون عندك مسمى وظيفي معين الناس تخليك تتباهى بيه. لا، ده مش هو النجاح. مش اسم الكلية هو اللي بيصنع الإنسان، ولكن الإنسان بيصنع قيمته بما يقدمه للمجتمع. فلو كلية معينة اتقفلت قدامك وانت كنت محتاجها او كنت عاوز تخشها، ما تقعدش قدام الباب المقفول وتقعد تعيط. بص للباب المفتوح وادخل فيه واثبت نفسك. السلام.